يا ترى عمرك سألت نفسك ليه في ناس وجودها فارق معانا؟ عاوز تكون واحد منهم؟ الحقيقة إنك ممكن تكون مؤثر وبسهولة لو مشيت على شوية حاجات بسيطة. تعال نحكي عنها. بص، أول حاجة وأهم حاجة لازم تبدأ بنفسك. لو أنت مش عارف تطور نفسك وتبقى أحسن، هتأثر على غيرك إزاي؟ ركز إنك تتعلم كل يوم حاجة جديدة. اقرأ، اسمع تجارب ناس تانية. خليك دايما متفتح. والأهم من كل ده، ثقتك في نفسك. اللي حوالينا بيحبوا اللي عارف هو بيعمل ايه. عارف ايه اللي بيفرق بجد؟ الخير اللي بتعمله من قلبك. ممكن كلمة واحدة منك تغير يوم حد بالكامل. مساعدة صغيرة تعملها تفضل ذكرى جميلة. فكر كده، امتى حد ساعدك وانت كنت محتاج مساعدة؟ حاول تكون الشخص ده للناس. الكلام سهل يا جماعة، بس اللي يفرق هو الفعل. لما تقول هتعمل حاجة اعملها. لما توعد اوفي. خليك مثل وقدوة للي حواليك. اللي حواليك بيحبوا اللي كلامه زي أفعاله، مش مجرد شعارات. وبرضه المهم إنك تشارك وتفيد غيرك. وتخيل أفكارك والحاجات الحلوة تبقى جواك، بس شاركها مع الناس. لو عندك حاجة تعرفها أو موهبة، استخدمها عشان تفيد غيرك. اكتب، ارسم، اتكلم. شارك في حاجات تخدم الناس اللي حواليك. خليك دايما موجود ومؤثر. هتقابل ناس تحبطك وتقولك ملكش لازمة، أو إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ما تخليش الكلام ده يأثر عليك. كل خطوة صغيرة بتعملها ممكن تكون كبيرة في حياة حد تاني. المهم تكمل وتكون مؤمن إن ليك قيمة ومكانة في الدنيا. في الآخر عايز أقولك إنك مؤثر مش لما تكون مشهور أو غني، لأ، أنت مؤثر لما تسيب أثر حلو في حياة حد. فكر إن كل حاجة بتعملها حتى لو بسيطة ليها قيمة. لو شايف الفيديو ده مفيد ليك، شاركه مع حد. اكتب لي في كومنت أكتر حاجة عاوز تبدأ بيها. أشوفكم في الفيديو الجاي.